بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كلها أهل العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوها عن السجود إلا لك فسننا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغرنا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. على من أسلفنا الصالحون وعلى مثلنا والحبيب على الهبش أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحد الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح إلى الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه. الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله لقد عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
حبيبي كيف وفؤادي قد بادي ظلام
صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله على عليه. مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. فلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. كما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه. هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله تجلي عليه. القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه. حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله يتشرف عليه. بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا عليه. لقلب سروره قد توالى صلى الله عليه. بحبيب عمن صل وسلم لنا عليه. ما صلى الله نوالا عليه. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله قد ترقى عليه. في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال صلى الله عليه. وهو عليه. بفوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان صلى الله ما عليه. يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه. وجود الخلق ينور صلى الله فتبارك عليه. الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة. جاءكم رسول اللهم صل من عليه. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا فمن رحيم. فجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم
وسلم وبارك عليه. وصلى الله أشهد أن عليه وعلى آله لا وصحبه. إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترمي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها الإذعان. صلى الله عليه الإيمان قواعد صلى الله وثر عليه. اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله أشهد أن عليه. سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله والملي عن عليه. الله ما أمره بالتبالغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة إن ترسلها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه صلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه وينتبه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه ففتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الأسر لدى في بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن هذا إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في
الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله داعي عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوا عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه
صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله يا سيد الرسل هدنا هيا بغار إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب ما عدنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله المهاجر صفي الله ذاك بنو عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدام يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق السماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وشرفهم مولودا. صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أشياءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه. تشك من ولم ولا إلنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة الذي تنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله ومنذ عليه. علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. قرب نور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفاسح العبارة معلنة بكمال البشارة
وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. فلم تزل الأرض والسماوات متضمخة بمثل الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود لله على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ندعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه وسلم. صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فأشار اليمن غرد واستغذروا بجمال يا رسول الله فكفي الحسن تفرد يا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أتينا أطار جماع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
سوره العادي حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل عليه الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه مرحبا مرحبا بيمين سعد ونور شاء الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تمشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع لا أن له شرفا على مجده والسماء. صلى الله وكان عليه. وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله فقد ورد عن عليه. عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله قالت عليه الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه نظرت إلى بعض قصوم الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت عليه قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عليه عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب آملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب ذاته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك
وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره، وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد همت الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي